السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي مع وصفة جديدة. النهاردة هعمل معاكم شوربة الفول النابت زي ما انتوا شايفينها كده. بقى طبعا الجو برد ومحتاجين بقى اكلة زي دي تدفينا. زائد بقى كمان الحاجات الغالية، عايزين نوفر بقى ونرجع لأكل زمان. وطريقة تنبيت الفول، بسم الله الرحمن الرحيم. معايا نص كيلو من الفول، فول بلدي بقى طبعا. هتجيبيه كده من العطار. طبعا احنا هننبت الفول الاول وبعد كده بقى ايه، نطبخه بقى ونعمله فول نابت. تمام. الفولة بتاعتي بتكون بالشكل ده، فولة فاتحة كده. هنقعه بقى، انا هنا نقعته من بالليل، يعني قبل ما انام رحت نقعاه كده في المية، واقوم بقى الصبح نشوف هنعمل ايه. هغطيه الاول واسيبه بقى لحد الصبح ونشوف هنعمل ايه بعد ما يتخمر كده. الفول بتاعي اتخمر معايا اهو او اتنقع. تمام. هصفيه بقى من المية. صفيته كده من المية بتاعته. احنا نخمره ليلة كاملة الافضل يعني. تمام. معايا بقى مصفى كده بالشكل ده وتحتها طبق طبعا. هتجيبي بقى اي فوطة عندك، اي شال. تمام. ونحطه كده في المصفى، وبعدين هنزل بالفول بتاعي. تمام. لو في فولة مش حلوة بتشيليها. هنسم بقى عليه كده بكوباية من المية. معايا كوباية فيها مية، برشرش كده او بنسم كده على الفول من فوق، وبعد كده بروح مغطياه، وبقية الكوباية برشها كده على الفوطة من فوق. وده بقى اللي هعمله في فترة بقى، في اليومين، يعني في يومين التنبيت. فترة التنبيت هخليه يومين ينبت فيه. تمام. الصبح هعمل نفس الحركة كده على الفوطة من فوق ومن تحت، يعني هفتح الفوطة وانسم كده على الفول بتاعي بالمية، وبعد كده من فوقه هنزل بباقي كوباية المية على الفول. هيبقى صبح وليل لحد بقى ما ينبت معاكي. تمام. انا هنا سبته يومين، وبعد يومين هفتح بقى عليه. هنا بعد يومين بقى ابتدى خلاص، يعني هو تاني يوم لو بتحبيه بقى مش منبت قوي هتعمليه من تاني يوم عادي، يعني ممكن تطبخيه من تاني يوم بعد ما ينبت شوية. بس الافضل ان انت تثبتيه، يعني الافضل ان انت تخليه ينبت زي ما انت شايفة كده بالشكل ده. هيكون سهل كمان في التسوية وهيستوي معاكي على طول. هنا انا بوريكم ان انا في اليومين اللي سبتهم فيه كنت بعمل كده. بفتح الفوطة واروح رشة كده شوية من المية، وبقية الكوباية برشها على الوش كده. اهم حاجة الفوطة او القماشة اللي هي فيها الفول تكون مبلولة. تمام. سبته يومين، وبعد يومين بقى بالشكل ده صفيته بقى من المية كده زي ما انتوا شايفين. والنص كيلو عملوا لي كيلو ربع. عايزه اقول لك بقى، لو انت مش عايزه تنبتيه او هتجيبيه من السوق منبت جاهز، يعني النص كيلو بيتباع ب15 وممكن اكتر كمان. معايا بقى طماطمايه مبشوره وتوم، راس تومه كده او نص راس توم، ونص بصلايه. هنعمل بقى شوربه النابت. حل على النار، هنزل بشويه من الزيت كده، وهنزل بالثوم المفروم. معلقه كبيره بقى من الثوم المفروم. لو عندك الثوم المفروم جاهز يبقى هتضيفي معلقه كبيره. وهقلبها بقى كده لحد ما توصل للون الذهبي كده معايا. هنزل بالطماطمايه او الطماطمتين المبشورين. تمام. حابه بقى اشكر متابعيني الجداد اللي لسه متابعيني جديد. ان شاء الله وصفاتي وطريقتي تعجبكم.
وان شاء الله عيلتي الصغيرة تكبر بيكم. تمام. ضفت بقى الملح والبصلاية قطعتها كده بالشكل ده، وبضيف كمون، معلقة صغيرة كمون. تمام. مش بضيف حاجة غير كده. وهقلب كده وهغطيها بقى تتسبك يعني حوالي 5 دقايق كده. وبعد 5 دقايق بقت بالشكل ده. هنزل بقى بشوية من المية، مية بقى حلوين كده. انا المية كانت قطع عندي، مفيش مية من اول النهار، وما كانش فيها الا هي شوية المية دول اللي في الازازة. تمام. اول بقى ما المية تيجي هزود كمان المية، لان دي اللي هتبقى الشوربة بتاعة الفول. هظبط بقى الملح بتاعي بالشكل ده. تمام. وهغطي بقى عليها واسيبها لحد ما تغلي. نظبط ملحي. هغطي بقى عليها واسيبها لحد ما تغلي. وبعد كده اهو هنا الشوربة غلت معايا. بعد كده نزلت بالفول، بس المقطع ده ما كانش بيتسجل لما نزلت بالفول بتاعي. طبعا انا ما حطيتش كمية الفول كلها، انا حطيت نص كمية الفول والباقي عادي شلته في كيس في التلاجة. لو حابين بقى تعملوه في وقت الفطار هتفطروا بيه، تطلعيه وتعمليه. تمام. زي ما انت شايفة كده. وممكن كمان تفرزيه، يعني ممكن تشيليه في الفريزر او في الديب. شايفة كده استوى معايا بالشكل ده. سيبته بقى لحد ما استوى. بتشوفيه كده وبتلاقيه استوى خلاص، بتطفي النار عليه. يعني هو حوالي بياخد تلت ساعة. تمام. هقدم بقى الشوربة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. لو لسه اول مرة تشوفيني وما اشتركتيش في القناة، فضلا منك اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعارات بوصفاتنا وكل جديد منا، ولايك للفيديو. وتقولي لي بقى بتتابعيني منين وبتعملي وصفاتي ولا لأ في كومنت كده جميل منك. ادي الشوربة بتاعتي. ولو حابين بقى تعملوه فتة الفول النابت، هنعمل بقى مع بعض العيش حمرته في الفرن. تمام. وبعد كده هنزل عليه بكبشتين من الفول والشوربة، وبقى بالشكل ده الفتة. وهنا شوربة الفول النابت. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم وكنتم مع لميا صيام، والسلام عليكم ورحمة الله.